في نوعيه لعيبه كده يا جدعان، انت ممكن تنتقدها وتعنفها وتزيد فيها، عارف انت، هي بقى بتزيد فيها وتعاند وما بتتقدمش خطوه، انت فاهمني؟ بالعكس بعد كده ممكن بتلاقيها كمان بتتدمر كرويا ومستقبلها بيضيع وبتروح لفرق ضعيفه، وبعد كده بتنساها. بص عارف انت اللي هو زي شويه ريح كده، من الاخر يعني خلاص، اول ما بتنفخ فيهم بيطيروا ولا بيبان لهم اثر تاني. انما في نوعيه لعيبه يا جدعان، انت اصلا هو بيستناك تنتقده وتعنفه، انت فاهمني؟ وبيبقى مستواه وحش، هو عارف ان مستواه وحش في بعض الماتشات، بس هو من جواه عارف ان هو انا هشتغل على نفسي وهرجع احسن من الاول. الشناوي بقى من طلع يا جدعان، قسما بالله انا عايز اقول لك امبارح ان هو عمل ماتش ما يخليناش بعد كده نطلع نقول ان الشناوي وحش، انت فاهمني؟ اه تطلع تنتقده على قد الماتش، انت الماتش ده وحش قشطه، انت عملت ماتش مش قد كده. انما حته ان انت عملت ماتش وحش وخلاص انت كبرت ومستواك مش عارف ايه، والفتره اللي جايه عايزين كذا، لا الشناوي يا جدعان اقسم بالله في كل موقف انت بتحتاجه فيه من المواقف الصعبه دي او في البطولات الصعبه دي، ما بص ما فيش مره خذلك فيها بامانه الله يعني. فانا بالنسبه لي يا جدعان امبارح كان نجم الماتش الاول هو الشناوي، يعني بامانه الله يعني كان نجم الماتش الاول هو الشناوي بلا منازع، بلا منازع. والشناوي كده يخليني بص عارف انت اللي هو بامانه الله حرجني، لان انا جيت فتره من الفترات قلت الشوبير اعلى من الشناوي. اه الشوبير في الفتره الاخيره جامد وكل حاجه ولكن المسؤوليه بقى ان انت تلعب في ماتش زي ده في بطوله زي دي قدام مثلا لاعب زي ميسي، قدام على ارض وسط جمهوره، انت فاهمني؟ في اكتر من مره بقى يعني في كذا سنه. لا بامانه الله الشناوي في حته تانية يا جدعان، يعني الشناوي بامانه الله في حته تانية، واتمنى ان مصطفى شوبير يبقى عنده نفس الثقه، وبعد كده هو اللي يكمل مسيره الشناوي على احسن كمان. مروان عطيه، هتكلم على مروان عطيه كده في عجاله. مروان عطيه الشوط الاول كان تايه خالص، كان تايه وكان اصلا بيخاف لما بيشوف ميسي الشوط الثاني حط ميسي في جيبه، ميسي في جيبه، يعني الشوط الثاني في كور كتير جدا. يعني لو بصيت على الثنائيات اللي بينه وبين ميسي الشوط الثاني هو اللي متفوق فيها بامانه الله، يعني كل حاجه هو اللي متفوق فيها، ولكن الشوط الاول كان مهزوز نوعا ما. بس هو ده اللي انا كنت عايز اقوله على مروان عطيه. ولكن بالنسبه لي مروان عطيه الشوط الثاني هو من نجوم الماتش. الشناوي بص عايز اقول لك ان هو نجم الاهلي بلا منازع امبارح بامانه الله يعني.